الأحداث اللي بيمر بيها أي إنسان بيكون فيها صدمات بتخلق جواه مزيج من الأفكار والتصرفات بتكون خارج نطاق العقل. كل واحد بيوصل هنا لسبب، المهم إن يكون عنده الإدراك هو هنا عشان إيه. أنت هنا عشان تخرج من جلدك، عشان تواجه نفسك وتتحرر منها، بمعنى إنك تخرج كل الطاقة السلبية والأسرار اللي مالية مخك وشل حركة تفكيرك بكل حاجة ممكن تساعدك. النهاردة آخر جلسة، المختلف فيها إن إحنا هنتكلم بشكل جماعي. أتمنى إننا نكون وصلنا لمرحلة إيجابية هتقدر تتكلم وتعبر عن نفسك بطريقتك بالأسلوب اللي يريحك. تبدأ تحكي، عايزك تتحرر من كل حاجة أنت عاوزها. تبتدي؟ هبتدي. أنا أول مرة آخد خطوة جريئة أتكلم قدام ناس معرفهاش، ويمكن ده موترني شوية، أصل متعود أتكلم مع الدكتور بصفة شخصية، لكن هحاول أنسى إن في ناس حواليا وإني في جلسة وهتكلم. الحقيقة أنا طفولتي ما كانش فيها طفولة. أنا اتولدت برا مصر في دولة، والدي ما كانش مستقر في حياته، وبالتالي أنا مستقرتش. والدي ووالدتي كان دايما بيتخانقوا واحنا برا مصر، أصلهم اتجوزوا جواز صالونات، وده بسببه كان في نتائج سلبية كتيرة في حياتي. النتيجة رجعوا على مصر بعد خناقات والحاح شديد من والدتي للرجوع على مصر، ولما رجعوا والدتي أصرت على الطلاق. كان عندي 4 سنين، كنت ابنهم الوحيد. سمعت والدي وشفته وهو بيتحايل وبيتمسك بيها، قال لها ما تخربيش بيتك بإيدك حتى عشان خاطر ابنك ما يتبهدلش. ردت ساعتها رد عمري ما انساه. قالته ده مش ابني، ده أسوأ حاجة جبتها منك، أسوأ حاجة إنها جابتني من راجل ما بتحبوش، أسوأ حاجة إن أهلها جوزوها له غصب عنها، أسوأ حاجة إنها ما كانتش عايزة تخلف منه، كانت بتحب راجل تاني اللي اتجوزته بعد طلاقهم لأبويا. وعشت ساعتها مع أبويا، كان راجل طيب محرمنيش من أي حاجة ليها علاقة بالفلوس، وعشت معاه من بلد لبلد ومن حال لحال. لا عرفت أحمل هدف ولا عرفت أعمل صحاب ولا طموح، عرفت أحلم بس. حلمت إن أكون مستقر في بيت عيلة، أب مستقر، وأمي ما تشوفنيش أسوأ حاجة في حياتها. بس للأسف ملحقتش. كان نفسي يبقى عندي الشجاعة وقتها أسألهم أنا ذنبي إيه في كل ده، بس برضه ملحقتش. أمي ماتت بمرض خبيث بدون ما أشوفها، وأنا في بلد تانية مع والدي اللي انشغل بشغله ونزواته مع الستات اللي بيقابلهم. أنا خايف. خايف من إيه؟ خايف ما يبقاش عندي حلم. أنا تمام كده، شكرا.
اتفضل، انا سامعك. تمام. انا اسمي، كل المشاكل القديمة ان اي علاقة حب كنت بدخل فيها كانت بتفشل، مبتكملش لاني مش فتى الاحلام. يعني مثلا ما عنديش شقة، ما عنديش مصدر دخل مبهر، ما عنديش عضلات، مش ستايلش، مش جان بالدرجة اللي تعجب، ما بعجبهمش. انا بسيط، بحب الهدوء، بحب اكون انسان محترم، احترم الناس، ناس تحترمني، بحب اكون نعيش محترم. لكن اكتر مشكلة كانت بتقابلني هي كلام الناس، سواء بقى اصحاب، اهل، بنت بحبها. يعني على سبيل المثال عشان انا رفيع، يعني فهو بالنسبة لهم ان اي حد لو اداني قلمين يجيبني الارض عشان انا طيب ومحترم، فلا ده عبيط وهبل. عشان انا يعني عندي حياء، بتكسف، فلا ده بيور. والبنات ما بتحبش الشاب البيور عشان هما بيحبوا الباد بوي. بقى كل كلمة في كل موقف في كل علاقة بتغيرني من الأسوأ للأسوأ. بقى أي حد يقول لي كلمة ما تعجبنيش أجي قايم مسمعة أوسخ الألفاظ عشان يعرف إني مش بيور، يا إما أمسكه أضربه أعجزه. خد عندك بقى، بقيت أعمل استشوار، فك زراير القميص، سقط البنطلون، أقطع حاجب، أربي دقن شوية، أحلق دقن شوية، أروح الجيم، اتكلم في اي حاجه، اعمل نفسي مثقف، انا بفهم في اي حاجه، جاي معاكم. بقيت اجيب كريمات اللي هي تفتح البشره دي عشان وشي يبقى ابيضاني وخدودي حمراء، واخترع اي لدغه كده عشان ابان كيوت. نسيت انا مين، عايز ايه، وايه اللي وصلني للدرجه دي من البشاعه والقرف. انا من كتر القرف بقيت اعمل تيك توك محتواه اني بجيب فيديوهات لبنات وقعد اشتم فيهم وفي اهلهم واشهر بيهم واقول لهم شفت البنات دي ما تربتش، انا اصلا اللي بروج لقله الادب. طبعا الناس بتشتمني وانا بسكت، وده لانهم عندهم حق. مفيش اي حاجه من اللي بعملها وبقدمها لها علاقه بالرجوله والاحترام او كوني انسان طبيعي حتى. تمام، مش هقدر اكمل. ماشي، مساء الفل عليك يا اخويا، اخوك في الله. انا هدلق لك الكلام وانت توزنه على السكه وعلى الدغري. احنا عارفين انا وانت ان الاصول باب واحد ملهاش باب تالت. الخشة في الرجال بيجيب الفقر، واللي يكسف من بنت خالته يبقى راجل مظبوط. الحوار ابتدى منين؟ يا اخواتي، الحوار ابتدى منين؟ انا هقول لكم. انا اصلا عيل فقدان، عشت طول عمري في الشوارع، لا اب بقى يسأل عليا والام عند اللي خلقها الله يرحمها، ولا حتى اهلي يا اخواتي. طالقني كده في الشوارع، ولو اتعرفت على مزة تنفض لي، وكل ما صاحب حد يكريت لي. عايش حياتي كلها لا تعليم ولا دين ولا نصيحة، ولا حد يجي يديني قلمين يفوقني يقول لي يا ابني اتعلم وخد لك شهادة، ولا حد يجي يقول لي صلي. ده العيلة عندنا ما بتركعهاش، الدين بيجي عندنا بس لما رمضان يجي، مش عشان نصوم، لا، عشان نعلق الزينة. المدرسة بقى كانت بالنسبة لي ملاهي، كنت اقلب العيال في الشندوتشات، عاكس بنات ثانوي، كده كده اصلا التعليم ما بياكلش عيش. المهم حصل ووصل ورحنا وجينا يا اخواتي، هوبا التيت والشريط. لقيتني ناقصني كتير قوي يا اخواتي، ما بلبسش لبس نضيف، واكلش لقمه نضيفه، عايش تليفون زي بقيه الناس، اقل من اقل حد. بقيت لا مؤاخذه ابص لغيري. هجيب منين يعني يا اخواتي؟ ما تقول لي اجيب منين؟ بقيت اسرق على طول، ما فيهاش كاني وماني،
يعني مثلا الساعة بتاعت الراجل الطيب المحترم ده خدتها منه هدية. تسلم يا قلب اخوك، والله ما هي راجعة، بس ذوقك حلو. المهم بقى يا اخواتي، طلعت ونزلت وعديت، لقيتني في الحجز. الحكومة بقت اهلي والسجن بقى بيتي، المخدرات بقت كيفي، وتثبيت العيال والسرقة والنهب والنشل والبلطجة أكل عيش. وحبيبة قلبي اللي حبيتها نوسة، نوسة البطل. يكش بس عيبها إن هي كانت خريجة آداب اسم الهرم، بس والله العظيم بنت ب100 راجل، هبقى أعرفك عليها. ما أنا بقى مش عايز أبقى كده، عايز أبقى نضيف، عايز أخرج من الدايرة دي، شلة نضيفة. انا بقول لك يا دكتوره، ما تشوف لي يعني شله نضيفه ولا حاجه، او اديني تامول او كوزوبيكس، يمكن اتغير وافوق. انا كده عسل قوي يا اخواتي. اخر الكلام، خلص الشغل. عايز تبقى نضيف؟ لما انت عايز تبقى نضيف ومعاك ساعة في ايدك، ليه خدت ساعة تانية؟ الساعه دي بتاعتي، اما انا بحب اخد الحاجه اللي مش بتاعتي. رجع الساعة. عندك حاجة تقولها؟ تمام، مفيش مشكلة، وهي فرصة لكسر الانطوائية اللي أنا فيها. أنا من صغري ولحد دلوقتي ما بحبش أختلط بحد، أو بخاف لأن لو أي حد عرف الجزء المخفي اللي جوايا بيخاف مني أو بيبعد. بصراحة بيكون عندهم حق. أنا والدي رجل أعمال، والدتي متوفية، أنا عايش أنا ووالدي لوحدي بعيد عن أهلي. ما كانش ليه حد غيره، هو الإنسان الوحيد اللي أنا كنت بحبه، لدرجة إني كنت بعدي عليه بالليل أحط ودني على صدره عشان أسمع نبض قلبه وأتأكد إنه عايش. هو الحضن الوحيد اللي بحس بيه. من وأنا صغير لا بحب ألعب مع حد ولا حد يلعب معايا، يمكن عشان لحد سن 7 سنين مثلا ما كانش ليا أي صحاب. كنت كل لما صاحب حد أو ألعب معاه والدي يقول لي ده هيضربك، ده هيسرقك، ده والده فلان، ده والدته فلانة، اوعى تصاحب ده. لحد لما بقيت ألعب لوحدي بلعب نفسي، وأبويا انشغل عني، بقيت انشغل بحاجات غريبة وأعمل حاجات أغرب، بس كنت بحب كده. في مرة شفت كتكوت، مسكته فصلت راسه عن جسمه، كنت عايز أشوف جواه إيه. بعد كده لقيته مات. مسكت كتكوت تاني فصلت برضه راسه عن جسمه، بس ده حاولت أخيط رقبته. معرفش ليه كطفل كنت بستمتع بالدم، وإن روح تفارق جسم في إيدي. مع مرور الوقت جربت مع حاجات أكبر، فرخة، قطة، كلب، لحد في مرة ما والدي مسكني وضربني علقة، واللي كان معصبه ومجننه إني ما كنتش بتوجع. كل اللي كنت بقوله له أنا بحبك، أنت بتعمل ليه كده؟ أنا بحبك يا والدي، بتعمل معايا كده ليه؟ وفجأة اتجوز المدرسة بتاعتي عشان يعني تعوضني حنان الأم. وللأسف
ما كنتش بلاقي منها غير كل قسوة وإهانة وذل. وكان والدي مشغول عني طول الوقت. وفي مرة كنت لسه واكل منها حتة علقة محترمة، وكانت واقفة في البلكونة. احنا كنا في التاسع. لقيتها واقفة في البلكونة، وبدون ما اشعر رحت جاري عليها، رحت زقيقها وطلعت اجري بعديها. مش عشان خايف، لا، عشان انزل ابص على جسمها وهو متفتت 100 حتة. بس للأسف نزلت على شراعة. الموضوع ما وقفش معايا لحد كده. حتى لما دخلت في علاقة جنسية ما كنتش بستمتع إلا لما أغرز ضوافري أو أذيها، لدرجة إن هي تترجاني إن أنا أسيبها وإن أنا أرحمها. أنا وحش، مسخ، مش عارف. خلاص أنا كده تمام. أنا شايف إن البشرية دي ضحية كم إنسان مجنون. أولهم اللي ربط مشاعر الإنسان وحللها وقرر يخليها مرض. أنا شايف إن وصف الخوف والزعل بمرض نفسي ده في حد ذاته مرض نفسي. إنك تتعرض للانهيار أو الخذلان أو تتعرض حتى للوحدة دي مشاعر مش مرض. ده مش معناه إنك مريض نفسي، ودي مش محتاجة لا دكتور ولا أدوية. علاجها أنت. مش معنى إن الشخص دوت ملقاش الدفء في عيلته أو لقى دعم من حد بيحبه أو لقى حد يحبه أصلا ده معناه إن هو مريض نفسي. مفيش حاجة ممكن تعالجه مهما كانت. أصعب حرب للبني آدم إن هو يصارع نفسه، ما بالك بقى لما تكون نفسك مقتنعة إنك مريض نفسي. ده بيخلق جواك صراع يوصلك للجنون، بسبب مجنون ذكره التاريخ إنه وصف حزن البني آدم بمرض نفسي. ده شيء خارج نطاق العقل ولا يجوز له جلسة. احنا عايزين فلترة من الأول يا دكتور، فلترة لنفسنا نواجه فيها نفسنا، نقول لها أنا مش مريض نفسي، أنا إنسان اتخذل، إنسان اتباع، إنسان اتخان، أنا إنسان موجوع. فعلاج إني ملقتش اللي يعوضني أعوض نفسي بنفسي. انتوا اللي خلقتم جوانا المرض يا دكاترة العلم، يا معالجين العقول. فوق يا دكتور، فوق يا دكتور، فوق يا دكتور، فوق يا دكتور، فوق يا دكتور. انت هنا عشان تخرج من جلدك، عشان تواجه نفسك وتتحرر منها، بمعنى انك تخرج كل الطاقة السلبية والاسرار اللي مالية مخك وشل حركة تفكيرك بكل حاجة ممكن تساعدك. النهاردة اخر جلسة. انا اسمي عماد الاصلي، عيلتي ما كانتش مستقرة، امي توفت من غير ما اشوفها. حاولت اعمل حاجات كتيرة علشان اعجب الناس وفشلت. سرقت، نهبت، حتى القتل. قتلت حيوانات كتير. كنت بحب ابويا، كنت بحبه قوي، بس هو عمره ما حس بيا. انا مش وحش ولا مسخ
ولا وحش. أنا فعلا مش عارف ايه اللي وصلني لكده. أنا تعبان. أنا ما قتلتش. هو قال لي إن النهاردة آخر جلسة. آخر جلسة. هو قال لي أنت مجنون. قال لي إن أنا مريض. أنا مريض؟ أنا مش مريض. أنا مش مريض يا دكتور. أنا مش مريض يا دكتور. فوق 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 يا دكتور. تسألين أنا مين في دول، وأنا بعترف لك بالحقيقة المؤلمة، وانطى وأقول أنا ده وده وده وده، أنا كل دول. بكون طيب قوي، وساعات بكون بركان هلال، وساعات شيطان، وساعات منال، وساعات بكون بين البنين، ساعات بكون بين البنين. كتر ما بلع وشوش والبس وشوش، معرفش انا بالظبط مين، وشي الحقيقي بتاع زمان بالصدفة شفته معرفتوش.